يا بنويت، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده تخليل القرنبيط. الاسبوع اللي فات خلينا مع بعض اللفت، وكان اللفت بعد اسبوع وكان مقرمش وجميل واللون بتاعه كان خطير. النهارده بقى هنعمل القرنبيط برضو بطريقه سهله جدا وبسيطه، وهيقرمش معاكي ولونه هيبقى جميل قوي، وهتاكليه بعد 3-4 ايام. بس قبل ما نبتدي في الفيديو ما تنسينيش في اللايك واشتراك في القناه وكومنت حلو منك يشجعني ان انا انزل فيديوهات اكتر، واكتبي لي الوصفات اللي انت عايزاني اشاركها معاكي. اول حاجه عملتها ان انا هقطع القرنبيطه كده وردات صغيره. القرنبيطه دي انا كنت جايباها ما شاء الله يعني كبيره، فهبتدي اعمل الجزء الاكبر منها مخلل، والجزء الاصغر منها هعمله كده اكله بسيطه، بس بجد بتبقى طعمها حلو قوي. والقرنبيطه عملت معايا كميه حلوه جدا. اول حاجه هبتدي ان انا اقطع القرنبيطه كده وردات صغيره اصغر من اللي انتي بتعمليه، بتقليه وبتسلقيه. وقبل ما ابتديت في تقطيع القرنبيط وتجهيزه، ابتديت ان انا احط ميه مغليه على النار علشان تتغلي، لان انا عايزه ميه مغليه جدا، وهتعرفوا دلوقتي انا هعمل بيها ايه. بس حاولي انك تستغلي كل وقت كنت واقفه في المطبخ، ما تستنيش لما تقطعي خضارك وتغسليه تروحي حاطه بقى الميه على النار، لا، حطي الميه على النار. حطي اي حاجه الاول اللي هي بتاخد معاكي وقت علشان تخلصي وتنجزي اكلاتك بسرعه. وهنا اكون قطعت القرنبيط قطع صغيره زي ما انا عايزه، وابتديت ان انا اغسله كويس جدا، سيبت عليه الميه ونقعته وابتديت ان انا اغسله كويس جدا. وطبعا قبل ما قبل ما اعمل الخطوه دي قعدت افتش فيه من الحاجات الجميله يعني الواحد بيلاقي فيها، بس الصراحه القرنبيطه كانت جميله، وهو القرنبيط المره دي نضيفه حلو قوي. ابتديت بقى ان انا اغسله وصفيته كويس جدا، وجبت بوله كبيره وحطيت عليها الميه المغليه دي. الميه المغليه دي هسيبه منقوع فيها لمده 10 دقايق لحد ما الميه تبرد، والخطوه دي هي اللي بتسرع عمليه التسويه بتاعته. بجد بيبقى طعمه حلو قوي ومقرمش. وما اللي يقولك اسلقي القرنبيط الاول، لا طبعا انت كده هتسلقيه وهيتهري منك وهيبقى طري مش هيبقى حلو. انت اعملي الخطوه دي ونقعيه لمده 10 دقايق لحد ما الميه تبرد. وبعد ما حطيت الميه المغليه هبتدي ان انا اكبسه كده بالمعلقه، لان هيبتدي اللي هو يهبط. البوله كانت ممتازه، كانت حجمها كويس يعني عليه. هيبتدي اللي هو يهبط وهيدبل شويه. غطيه بقى بغطا محكم جدا علشان البخار يتكتم ويبقى ايه، البخار ما يطلعش بره، ويستوي على قد ما يقدر. الخطوة دي بتخلي القرنبيط يبقى طري شوية، يعني مش طري قوي، بيبقى مقرمش ومستوي وبيبقى طعمه حلو. جربيه بجد بالخطوة دي هيعجبك جدا. ولو فاكرين المحلول اللي احنا عملناه لتخليل اللفت، نفس المحلول اللي هنعمله لتخليل القرنبيط. 4 معالق ملح عليها 4 كوبايات من المية، كل معلقة ملح عليها كوباية مية. طبعا هنغلي المية الاول وهنسيبها تبرد نهائي، وهنحط بقى في بولة كبيرة هننزل عليها بالمية، وهنحط 4 كوبايات مية عليها 4 معالق من الملح كبار. لو زودتي كمية المية زودي كمية الملح. وهنحط ربع فنجان من الخل ونص معلقة كبيرة من السكر. السكر ده هيحافظ على القرنبيط والمخلل عموما، وهيخليه يقرمش. انا عملت ايه بقى عشان اتاكد ان الملح داب كويس جدا مع الميه؟ جبت الخلاط وحطيت فيه 4 معالق من الملح كبار، و4 كوبايات من الميه، ونص معلقه كبيره من السكر، وربع فنجان من الخل، وفصين توم او 4 فصوص توم كبار مفرومين. وحطيت كل ده في الخلاط مع البنجرايه، قشرتها وغسلتها كويس جدا وحطيتها في الخلاط، وضربت كل ده مع بعض. وخلاص كده اتاكدت ان كل حاجه دابت مع بعضها، حتى البنجر اتفرم. ونزلت عليها على القرنبيط وغطيته وسبته اسبوع او 4 ايام بره على الرخامه، ولما استوى حطيته في التلاجة وبس كده.